السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية اليوم كلها بخير. بعد ما توحدوا الله وتصلوا على سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بنكمل معاكم باقي حلقات أسئلة رمضانية أو كبسولة رمضانية كل يوم. نسأل الله عز وجل يتقبل منكم صالح الأعمال. يا شيخ محمد، حكم الدين في الواحد يستخدم معجون الأسنان وهو صغير، هل دوت بيفطر ولا عادي؟ طيب تمام. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لك العلماء ان معجون الاسنان ما بيفطرش. دي اول حاجة يا جماعة. اللي بيستخدم معجون الاسنان صيامه صحيح، ما فيش اي حاجة، بشرط ان هو ما يبالغش في غسيل اسنانه عشان ما ينزلش حاجة من جوفه غصب عنه، لان لو نزل حاجة من جوفه يبقى كده صيامه باطل ويبقى فاطر. طب يا شيخ محمد، حكم الدين في استخدام السواك أثناء الصيام؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا والسلام، بالنسبة لاستخدام السواك هو من السنة، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب، وشير المقطع لله، من باب الدل على الخير كفاعله. نسأل الله تقبل منكم صالح الأعمال. شيروا المقطع لله عز وجل حتى لكي يستفيد منه الجميع، والفايدة تعم الجميع، وتكون حضرتك قدمت سنة من سنن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ونسألكم الدعاء، ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.